الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فعودا على بدء، كنا تكلمنا في خطب سالفات عن أحكام فقهية ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويفقهها. والفقه في الدين نعمة عظيمة يمن الله بها على عباده، قالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه النافع ما نتحدث عنه في هذه الخطبة من هذا اليوم المبارك، وسيقتصر حديثنا وإياكم عن أحكام تسمية المولود. ما أجمل أن تتعلم هذه الأحكام وأن تعمل بها، وما أجمل أن تعلمها غيرك ممن يحتاج إليها، فتكون متعلما وعاملا ومعلما. أحكام تسمية المولود. ويرزق العبد ولدا، وهي نعمة عظيمة من نعم الله على الناس. قال ربي سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فنعوذ بالله من كفر النعم. وإن من شكر هذه النعمة أن تحسن أداء حقوقها. ومن حق الولد على والده أن يحسن اختيار أمه، وأن يورثه أدبا حسنا، وأن يسميه اسما حسنا جميلا. يا عباد الله، فانظروا في أسماء أبنائكم وما سميتموهم. قبل أن يقف ابنك بين يديك يوم أن فهم وكبر ويسألك هذا السؤال: يا أبت لم سميتني فلانا؟ فكان الاسم الذي سميته به اسما لا يليق، وكان يتندر به منه، وإذا بالولد أصبح مسؤولا، وإذا بالولد أصبح إماما للناس، وإذا بالولد كبر وشب، وعلم أن هذا الاسم الذي سماه إياه أبوه لا يليق به. إن التسمية يا عباد الله من الدين بمكان، وإن تسمية الولد وإن تسمية الوالد لولده
معيار من معايير قوة ديانته أو رقتها. ولذلك تجدون أن كثيرا ممن يدخلون في الإسلام يبادرون أول ما يبادرون بعد الشهادة إلى تغيير أسمائهم الأعجمية. وتسمعون كذلك أن دولا كافرة غزت بلادا إسلامية، فكان أول ما أصدروا من قوانينهم تغيير أسمائهم الإسلامية ليطمسوا هويتهم ودينهم. ألا نظرت إلى أثر التسمية من الدين؟ فانتبه لأسماء أبنائك وبناتك أيها المسلم. إن في التسمية هوية للولد، وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه فإن الولد إنما يدعى طوال حياته بما سماه به أبوه. فاتق الله أن تسمي ابنك باسم لا ينبغي ولا يجوز، فتكون سبة وعارا عليه. كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين لمعرفتهم بأهمية هذا الأمر وبالغ أثره، تدرون ماذا كانوا يفعلون؟ كان كثير منهم يأتون ويستشيرون الرسول صلى الله عليه وسلم في تسمية أبنائهم. قال أهل العلم: وفيه استحباب مشورة أهل العلم والصلحاء في تسمية الأبناء. والمصيبة أنك يوم أن تخطئ في تسمية ابنك أو بنتك لنزوة عارضة، لهوى عابر، لمجاملة فلان أو فلانة، أنك تعاني بعد ذلك كثيرا من التوبة من هذا الخطأ، فتحتاج إلى تغييره في سجلاته الرسمية، في شهادة ميلاده، في شهاداته الدراسية، في بطاقة أحواله وجواز سفره، في وثيقة عقده. وكم تحتاج بعد ذلك من معاناة. وكان الأسهل لك ابتداءً أن تتفقه في أحكام تسمية المولود. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذا الأمر لم يكن من الأهمية بهذه الدرجة التي نتحدث عنها اليوم في الأيام السابقة، فقد كان الناس يسمون بأسماء آبائهم الجميلة التي سرت في المجتمعات الإسلامية. لكن لما صار الناس اليوم يخترعون أسماء جديدة ويبحثوا عن أسماء فريدة، كان الواجب على هذا الذي يريد أن يخترع اسما أن ينظر في قواعد تسمية الأولاد ويستشير فيها أهل المعرفة والعلم قبل أن يخطئ خطأ يندم بعده عليه. فما جاء أجمل ما كانت أسماؤنا من قبل: عبد الله وعوض وصالح، أسماء جميلة تنبيك عن بيئة إسلامية طيبة. وأسماء البنات: فاطمة ومريم وخديجة وغيرها من الأسماء. لكن لما دخلت علينا الأسماء الجديدة، لما دخلت علينا الأسماء الجديدة التي ما تدري من أين أتى بها وهو لا يحسن لغة أجنبية، وإذا به يسمي باسم تركي وفارسي وأوروبي
ولا يعرف شيئا من معناه ولا مبناه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن أحسن الأسماء تلك الأسماء التي تعبد لله سبحانه وتعالى. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أجمل أن تبر أحد أبنائك باسم هو أحب الأسماء إلى ربه، إن هذا من جميل البر. ولك أن تسمي بما شئت من أسماء الله الحسنى فتعبد بها، عبد الملك، عبد العزيز، ونحو ذلك. لكن ها هنا وقفات. الوقفة الأولى: تأكد أن هذا الاسم ثابت في الكتاب والسنة من أسماء الله، ولا تتعجل. فترى بعض الناس قد يسمي ولده عبد المقصود أو عبد الموجود، ثم يعلم بعد ذلك أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يرد في الكتاب والسنة هذا الاسم لله رب العالمين، فيقع في حيرة كيف سمى باسم ليس من أسماء الله وعبد به. والأسماء التي يظن أنها من أسماء الله عند الناس وليست كذلك كثيرة، فعلى الإنسان أن يتأكد أولا يا عباد الله. ومنه كذلك أنه لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله، كان يسمي عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو غير ذلك، فإن هذا من الحرام المنكر الذي يجب تغييره. وهل يجوز أن تضاف الأسماء إلى أسماء الله بغير التعبيد؟ فتجد البعض مثلا يسمي فضل الله أو هبة الله أو جار الله ونحو ذلك. هل هذا مما يجوز؟ الجواب أيها المؤمنون، قال أهل العلم: إن كانت النسبة صحيحة، إن كانت الإضافة معناها صحيح فلا حرج في ذلك. وإن كان المعنى لا يليق بالله أو لا يليق أن يسمى به العبد فإنه ينهى عنه. ولذلك إذا أردت أن تذهب بعيدا عن تعبيد الأسماء لله فاسأل يا رعاك الله. وهل يجوز أن يسمى الولد باسم من أسماء الله دون تعبيد؟ قال أهل العلم: إن سميته بغير قصد الصفة ولم تدخل الاستغراقية جاز هذا، فتسمي الولد عزيز أو تسميه كريم، والأفضل أن تسميه عبد العزيز وعبد الكريم. أيها المؤمنون عباد الله، فقهوا أنفسكم في أحكام الله وفقهوا فيها الناس من حولكم، فإن المؤمن يحمل الخير وينقله لمن حوله، وهنيئا لك أن تكون حامل فقه. إن من الأسماء التي تستحب أيضا في شريعة الله أن يسمى الولد بأسماء الأنبياء، فليس هذا بمكروه، بل هو من الجائز المستحب، وممن فعله رسولك محمد صلى الله وسلم على محمد. قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، وإبراهيم هو خليل الرحمن ونبيه. فيجوز أن تسمي أولادك بأسماء الأنبياء: نوح وهود وصالح
ونحو ذلك. وكذلك مما يستحب أن تسمي أبناءك بأسماء الصالحين أو تسمي بناتك بأسماء الصالحات. فهذا الزبير بن العوام له 9 من الولد سماهم جميعا بأسماء شهداء بدر، فما أجمل هذا، فيكون في ذلك ذكر للصالح ولبقائه في الأمة وتشريف له، لنقتدي جميعا بالصلحاء من هذه الأمة. وهل يجوز أن أسمي أبنائي أو بناتي بأسماء آخذها من كتاب الله؟ فهذا يسمي بنته مثلا أفنان، أي أغصان، والآخر يسميها مثلا أبرار، وهكذا يأخذونها من كتاب الله سبحانه. هل هذا يجوز؟ قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: الأصل في ذلك الجواز، لأن الأصل في التسمية الإباحة، لأنها من شؤون العادات، إلا أن يكون معناه لا يليق، فإن كان المعنى لا يليق وجب تركه. فاسم أفنان مثلا معنى جائز لا حرج فيه، وأما اسم أبرار ففيه تزكية للنفس نهى عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، لما وجد امرأة يقال لها تسمى برة غير اسمها صلى الله عليه وسلم لما فيه من تزكية النفوس، والله يقول: ولا تزكوا أنفسكم. وعلى هذا وجب عليك يا من اتخذت هذه الطريقة تسمية لأبنائك أو بناتك أن تسأل أهل العلم: هل هذا الاسم على الإباحة ليس فيه محظور مما منعه صلى الله عليه وسلم أو لا، قبل أن تقدم على هذه الخطوة. والأصل أيها الإخوة أنه يجوز التسمية بكل اسم عربي حسن المبنى حسن المعنى لغة وشرعا. فإذا كان مبنى الاسم جميل ليس فيه ما يدل على الرخاوة في نطقه، وكان معناه كذلك جميل، ليس في معنى هذا الاسم قبح، ومن هنا كان الذي يريد أن يخترع اسما جديدا أو يستورده أن يرجع لكتب اللغة لكي ينظر معناه قبل أن يسمي ابنه باسم فيخرج له معنى خسيس، فهذا لا يليق يا عباد الله. فكم من أناس بعد أن كبروا فتشوا في معنى أسمائهم فوجدوا أن معانيها معنى لأسماء بعض الحشرات، فأصبح يستحي من نطق اسمه أو من تسميته به، والمخطئ ليس هو إنما هو للأسف أبوه. وترى البعض يأخذ اسما من القرآن بطريقة غريبة لمجرد أنه ذكر في القرآن دون أن يعرف معناه ولا لأي شيء ذكر. وقد ذكر أهل العلم من الطرائف أن رجلا سمى ولده نكتل، فقيل له: من أين جئت بهذا الاسم العجيب نكتل؟ قال: نعم، هذا اسم أخو يوسف عليه السلام. قيل له: من أين أتيت بها؟ قال: أما سمعتم قول الله تعالى: فأرسل معانا أخانا نكتل؟ ظن المسكين أن اسمه نكتل،
وليس كذلك في تفسير الآية، إنما أرادوا أن يرسل أخاهم معهم ليكتالوا من الطعام. فانتبهوا يا عباد الله لما تسمون به أبناءكم وبناتكم، فإن من الأسماء أسماء محرمة يؤثم به الأب إذا سمى بناته أو أبناءه به، وإن منها أسماء مكروهة يكره أن يسمى بها الأولاد. ومن الأسماء المحرمة يا عباد الله أن يعبد لغير الله كما تعلمون. ومن الأسماء المحرمة أن يسمى باسم أعجمي فيسلخ الولد عن هويته، فترى الولد يميل إلى بيئة ليست من بيئته، وإلى ديانة ليست من ديانته، والسبب أن أباه اختار له اسما مما يختص به الكفار ولم ينتشر في أعراف المسلمين. ومن ذلك كذلك أن نسمي بأسماء الفساق والفاسقات. وللأسف لو سألت عن أسماء كثير من مواليدنا اليوم وعن سبب التسمية لوجدت أنهم ولدوا في وقت كان يعرض فيه مسلسل من المسلسلات، فإذا بسجلات المواليد في المستشفيات تكثر فيها أسماء الممثلين والممثلات على عباد الله المسلمين والمسلمات، وهذا من فراغ القلب. إنسان فارغ وامرأة تافهة يختارون أسماء وعناوين أولادهم وبناتهم من لحظة كان فيها هوى في أمر فسق أو مجون. ومما يمنع كذلك أن تسمى البنات بأسماء الملائكة، فهذا فعل الذين لا يؤمنون بالآخرة، يسمون الملائكة بتسمية الأنثى، ولذلك منع كثير من أهل العلم أن تسمى البنت ملاك لما في ذلك من تشبه بأحوال المشركين. ومن ذلك أيضا أن تفتش في معنى الاسم فإذا به اسم شيطان أو اسم آلهة للمشركين، وهذا أقوله للأسف انتشر في كثير من الأسماء التي أتيتنا اليوم، فاكتشف أن أصلها فارسي وأنه يعني إله كذا، أو أصله روماني ويعني اسما من أسماء الشياطين، وانتشرت هذه الأسماء للأسف في الناس. أيها المؤمنون عباد الله، إن الواجب في هذه الحالة تغيير الاسم إلى اسم شرعي جائز، وقد كان هذا هو هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم، إذا وقف على اسم لا يجوز غيره عليه الصلاة والسلام، وكان من هديه أنه يغيره إلى اسم يقاربه في المبنى. وقف على امرأة: ما اسمك؟ قالت: جثامة، فقال: بل أنت حسانة. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، ومما يراعى كذلك من الآداب أن يلائم الاسم العرف السائد في المجتمع، فلا يكون شاذا ولا نافرا من مجتمعه.
وأن يلائم كذلك عرف جماعته وقبيلته حتى تقوى صلات التواصل، وأن يلائم كذلك طريقة أهل دينه حتى تقوى رابطته بدينه وبالمسلمين، ويلائم كذلك أهل طبقته حتى لا يتندر منه. وكم من أسماء سمعناها في بعض كشوفات أسماء الطلاب تستحي والله أن تنطقها، تستحي أن تنطقها. ولست ذاكرا شيئا كثيرا من ذلك فما أكثره. وأعجب ما سمعت في بيئة بعيدة من هذا المكان، في أقصى بلاد حضرموت، في بادية، أخبرني بعض المعلمين أنهم كانوا يسمون بأي اسم غريب يقفون عليه. فتجد الابن مثلا يسمى بأسماء بعض الدول، وكذلك البنت، فهذه اسمها بلغاريا، وذاك اسمه، قال حتى سموا أحدهم تل أبيب. انظر ماذا يفعل هؤلاء، وما هي إلا هوس البحث عن الأسماء الغريبة. أيها الإخوة عباد الله، ولو أن أحدنا سمى أولاده أو بناته بأسماء يلائم بعضها بعضا كان هذا أيضا لا حرج فيه، فيجعل أسماء أولاده تتقارب في معناها، فإن هذا جائز على شرط ألا يعتقد فيها عقيدة باطلة. وقد وقفت على رجل في بلد بعيد سمى ولده وليد وهو اسم حسن، فجاءه آخر فسماه خالد، فجاءته بنت فسماها هند، فجاءه رابع فسماه راشد، ثم جاءه خامس فجاء يسألني ماذا أسميه؟ قلت الأسماء كثيرة. قال لا، أنا أريد اسم ينتهي بالدال، كل أولادي وبناتي أسماءهم تنتهي بالدال. قلت ولماذا؟ قال أخشى أن أسميه بغير ذلك فيخرج الولد يخالف أخوانه وأخواته، وهذا من الجهل. أيها المؤمنون عباد الله، اشكروا الله سبحانه وتعالى على ما رزقكم، وقوموا بحقوق ما رزقكم الله من النعم. عبد الله، شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. والأصل أن الحق في التسمية للأب وعلى المولود له، فالذي يسمي هو الأب، وله أن يستشير الأم، وهذا من طيب المعشر، وله أن يستشير والده أو أمه، لكن الحق في النهاية هو الأب.
وكثير من الأسماء انحرفت يوم أن تفرد بالتسمية الأمهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويظن البعض أنه لا يجوز له أن يسمي باسم أبيه إلا إذا مات، وهذا ليس بصحيح. ويظن بعض الآباء أن ابنه إذا سمى ابنه باسمه أي باسم جده أن هذا علامة على قرب موته، وهذا اعتقاد باطل. وأما وقت التسمية التي تشرع فيه، فإن كان الاسم حاضرا في ذهنك فسمي من أول يوم قدوة برسولك صلى الله عليه وسلم. لقد ولد لي ليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، رواه الإمام مسلم. وإن كان الاسم ليس في ذهنك وتحتاج أن تفكر وأن تشاور، فأخره إلى اليوم السابع، يوم العقيقة، فيها تذبح وفيها يسمى الولد. وأما ما يسمى بحفلة التسماة فهل هي مشروعة؟ الجواب أيها الإخوة، المشروع أن تذبح له عقيقة، إن كان ولد واستطعت فشاتان، وإن كانت بنت فشاة واحدة، وتسميه في هذه المناسبة، لا حرج في ذلك. وأما أن نخترع طريقة أخرى ونتكلف أموالا كثيرة في شراء الكثير من الحلويات لأجل التسمية، فإن هذا ليس بنافع يا عباد الله. أتدري ما العقيقة؟ كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. قال بعض العلماء: مرتهن من الانشراح، فلا ينشرح حتى يعق عنه. انظر ماذا ستحرم الولد يوم أن حرمته من هذه السنة. وقال بعض العلماء: مرتهن من الشيطان، فإذا عق عنه لم يستطع عليه الشيطان. انظر ماذا فعلت بولدك يوم أن حرمته من هذه السنة. وقال بعض العلماء: مرتهن من الشفاعة، لا يشفع لوالديه يوم القيامة إلا إذا عق عنه. انظر كيف حرمت نفسك من هذا الخير. فاحرص على هذا يا عبد الله، احرص عليه. وهل يجوز للولد أن يغير اسما سماه به والده، أم أن هذا من العقوق؟ الجواب: إن كان الوالد هو الذي عقه باختيار اسم لا يجوز شرعا، فله أن يغير هذا الاسم. وإن كان غير ذلك فلا يغير حتى يستشير والده، حتى لا يقع في نفسه على ولده شيء. أيها المؤمنون عباد الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المؤمنين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم سميع الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.